مساء الفل القلوب معاك يا ابو علي حسن شحات. بص شوف البرنس، بص شوف الامبراطور حسن شحات المعلم. حمولك عليا وانا اشيل عنك شوية يا مصر يا اغلى عندي من كل الدنيا دي. حمولك عليا وانا اشيل عنك شوية يا مصر يا اغلى عندي من كل الدنيا دي. يا بلدي حتى مني عمري ما بصيت لغيرك بشتاق لك غصب عني اصلي اتربيت بخيرك. يا بلدي حتى مني عمري ما بصيت لغيرك بشتاق لك غصب عني اصلي اتربيت بخيرك. عليا وانا اشيل عنك شوية يا مصر يا اغلى من كل الدنيا دي من كل الدنيا دي. محمولك علينا يا كابتن حسن شحاتة، وان شاء الله كل 80 مليون مصري هيكونوا وراك، وكلنا معاك اكيد ومع منتخب مصر وربنا يفرحنا ان شاء الله. مساء الخير يا مصطفى. مساء الخير يا الاء، وزي ما بتقولي ارمي محمولك علينا يا كابتن حسن، وكل اللعيبه كلها ترمي محمولها علينا، واحنا قدها وردود وهنشيل عنهم كتير وهنخفف عليهم الضغط ان شاء الله بمساعده 80,000 متفرج ان شاء الله هيبقوا موجودين بكره في استاد القاهره اللي هيبقى استاد الرابع على الجزائريين ان شاء الله. النهارده الاقي الحلقه هتبقى كلها للجمهور، وهنتكلم في امور فنيه كتير، وهنستنى بقى اتصالات الناس. بس انت ايه رايك في الاجواء يعني عموما؟ بص انا على اخري بسبب الفضيحه السوداء السوق السوداء يا مصطفى، يعني بجد والله جمهور مصر لا فعلا مشهد صعب. يعني اللي انا اعرفه في نادي الزمالك ونادي الاهلي، يعني دول اقرب اتنين، ونادي الصيف. اعرف ان في نادي الاهلي مثلا التيكت على طول اتباعت ثالثه وثانيه على طول، هي ما نزلتش في السعر الاساسي، نزلت على طول ب 100 على طول، ده السعر بتاعها الاولاني. في نادي الزمالك والله نزلوها كتر خيرهم، يعني تقريبا عملوا مثلا 30% منهم بس باعوهم مثلا ولا حاجه، والباقي كله على ابواب النادي ب 150 جنيه وب 100 جنيه، والنهارده وصل لسعر التيكت ب 250. يعني بجد مهزله. الناس بقت تاخد في المنافذ البيع تاخد تيكت ثالثه وثانيه وتقول لهم خدوا اولى بس. طب ليه يا جماعه؟ وتبيع ثالثه وثانيه بقى تبيعها ب 250 و 150. حاجه صعبه باستغلال الشعب المصري ومسؤوليه اتحاد الكوره. عايزه اقول لك ان المسؤولين يا مصطفى قفلوا تليفوناتهم علشان يهربوا من شكاوي الناس ومن الشكاوي الموجوده. ده الناس بتقاتل، يعني الناس كانت بتصحى الساعه 4 الفجر تلاقيهم قاعدين قدام ابواب النادي وما بيوصلوش التيكت ولا حاجه، يعني حاجه صعبه. مثلا احنا كنا واثقين انه هيحصل فضيحه بجميع المقاييس يعني. الاسعار نزلت من اول يوم سوق سودا. انا اول مره اشوف التذاكر تنزل من اول يوم سوق سودا على طول من غير اي تفاهم. سعر التذكره الدرجه الثالثه وصلت ل 150 جنيه و200 جنيه. الناس بقت تمشي في الشارع تقول لك 5 تذاكر بباكو، يعني 5 تذاكر ب 1000 جنيه. يعني دلوقتي اللي هو بقى ال 1000 جنيه بقت حاجه عاديه، يعني ممكن اي 5 اصحاب معاهم 1000 جنيه يشتروا بهم 5 تذاكر. طبعا لو تمشي في الشوارع الاقي كل واحد يقول لك معكش تذكره، تبقى حاسس ان الدنيا كلها مش لاقيه تذاكر. طب ما مين هيروح الاستاد؟ انا بقول لك اللعيبه جوه النادي، يعني حسام عرفات كان ماشي عمال يقول يا جماعه ما فيش حد معاه تيكت، احنا كنا في النادي. طب ما فيش حد معاه تيكت يعني، او حد يعرف يجيب لي وجلاء في النادي. محمد عبد الشافي نفس الحكايه، عايز يجيب لاصحابه عمال يسال الناس اللي حواليه يا جماعه انتوا ينفع حد يجيب لي؟ مش لاقي حد يجيب له. اعضاء النادي نفسهم مش عارفين يجيبوا. طب مين اللي هيجيب؟ نفس الحكايه بتاعت مسعد، كنت معاه وبعدين بقول له افتكرنا بقى كابتن سيد بقى التذكره ولا حاجه، قال لي لو عرفت تجيبه بعت لي معاك. حتى لعيبه الزمالك مش لاقيه تذاكر، امال مين اللي هيروح الاستاد؟ الله اعلم. مفيش. هي بص هو كان متوقع وانا كنت متوقعه وكل الناس كانت متوقعه ان ده هيحصل،
بس برضه كان حرام يعني، ده استغلال لشعب مصر، والناس عايزه تروح وعايزه تفرح وعايزين اكيد طبعا ال 100,000 يعني يبقى في 100,000 في الاستاد على الاقل يعني، ما غطوش اصلا، تلاقي ناس واقفه بره قدهم واقفين بره. فطبعا هو انا لا والله ما يهمنا التذكره توصل 1000 جنيه، يعني جديد. التذكره توصل ب 2000 جنيه. اهم حاجه ان تذكره الوصول للمونديال يعني دي اغلى من كروز الدنيا كلها، ودي اللي الشعب المصري كله مستنيها. يعني لو قدرنا ان احنا نشتري تذكره الوصول للمونديال بمجهود لاعيبتنا وبادائنا في الملعب وبرجولتنا، ال 150 جنيه اللي اتدفعوا في تذكره ثالثه دي هتبقى على قلب اللي دفعها زي العسل. ايوه بالظبط. هي والناس بتجيب يعني، الناس عارفه ان هي ب 250 وب100 وكده وثالثه وبتشتري. يعني الناس ما بتعرفش لما بتوصل للشباك وراها مفيش ثالثه، في اولى بس. عايزه ثالثه على جنب مثلا تجيبي بكذا، بتجيبها طبعا. هو انت عايز، الناس محتاجه عايزه تروح تساند مصر يعني. فطبعا ده طبيعي يعني، معلش طبعا مهما كان مهما وصل الاستغلال مع الجمهور، لكن برضه الناس بتروح يعني، وده الطبيعي يعني. تمام يا علاء، ادي مشكلة التذاكر والسوق السوداء. هنتكلم بقى شوية عن المنتخب مصر ونطمن الناس على المنتخب قبل اللقاء تقريبا ب 24 ساعة. اللعيبة كلها جاهزة ومركزة، والنهارده الرئيس مبارك زارهم في التدريب، نوع من انواع التحفيز. واول امبارح سيد جمال مبارك راح لهم، واول جيل 89 يعني الناس كلها واقفه جنب المنتخب وجنب اللعيبه وجنب الكابتن حسن شحاته. اللعيبه مركزه تركيز غير عادي يا علاء، ده اللي قدرنا نخترقه من داخل معسكر المنتخب. لما سالنا الكابتن حسن وقالوا له الحرب الاعلاميه اللي بره دي ما بين الاعلاميين وبعضهم، ما بين الكابتن احمد شوبير والكابتن خالد الغندور والكابتن مصطفى عبده والصحافه الجزائريه، ايه رد فعلها على اللاعبين؟ وايه موضوع الشحن المعنوي الزياده عن اللزوم والاغاني الوطنيه اللي باستمرار محسسين ان الموضوع حرب مش ماتش كوره؟ كابتن حسن رد قال حاجه واحده، ان سيب اللي يتكلم، احنا في معسكرنا ولا في جرايد ولا في لابتوب ولا في موبايلات ولا في انترنت ولا في جرايد ولا في اي حاجه. واللعيبه كلها مركزه وملهاش دعوه بالكلام ده. تقريبا معانا اتصال علاء؟ معانا اتصال يا مصطفى. الو 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 ايوه، مين معانا؟ امنيه. ازيك يا علاء؟ ازيك يا امنيه؟ عامله ايه؟ احنا بدأنا نحفظ الناس يا مصطفى والله خلاص. نشرفك، انا حفظت من الصوت. ازيك يا مصطفى؟ تمام الحمد لله، ايه اخبارك؟ الحمد لله كويسه تمام. هتروحي الاستاد ولا هتتفرجي عليه في البيت؟ رايحه اصلا، بس يعني خفت بقى، يعني خفت بصراحه من اللي الواحد بيسمعه يعني وكده، فبصراحه رجعت في كلامي، بس هتفرج في البيت يعني مع اسرتي يعني. طيب تمام، توقعاتك ايه بقى للمباراه؟ توقعاتي للمباراه، هو انا بصراحه مش واثقه من الفوز، يعني مش واثقه ان مصر تكسب، بس اتمنى ان مصر تخسر 3-0 4-1، اي نتيجه تأهلنا وخلاص، اي نتيجه. تمام يا امنيه، يعني انت متفائله؟ انا اتمنى، لكن مش واثقه من الفوز، لا مش واثقه من الفوز. شفتي يا امنيه اللي حصل في سوق السوداء؟ طبعا السوق السوداء دي فكره، انا عايزه اعرف يعني ناس كتير بتفكر كده، انا خطيب بنت خالتي كان بس المفروض احنا هيجيب لنا تفكر عشان واقفين مع بعض الماتش. عايزه اعرف يعني ايه عملوا فيه رجع متبهدل اكيد. بصي على فكره كل اللي راحوا اتضربوا ورجعوا، بس بسيطه يعني. ايوه انا برضك عندي ولاد خالي الاثنين النهارده كانوا بيقولوا لي نزلوا يجيبوا تذاكر من 6 الصبح لغايه 6 بالليل، وبعد 6 بالليل كمان راجعين بالليل ومن غير ولا تذكره. والله